السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله. اليوم غنقراو درس في اللغة العربية، اسم الفاعل. غنتعرفوا عليه وكيفاش كنخدموا في التمارين، كيفاش كنتعرفوا على اسم الفاعل، كيفاش كنستخرجوه وشنو هو اسم الفاعل. نعم، بالنسبة لاسم الفاعل هو اسم مشتق. شنو كنعني باسم مشتق؟ هو انا كيكون عندي واحد الاسم، يعني واحد الحاجه كنشتقوا منها شي حاجه. باغ اكزومبل دابا اسم الفاعل ملي غنشتقوه كنشتقوه من الفعل. نعم، كنشتقوا اسم الفاعل من الفعل. نعم، قلنا اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على الذي قام به الذي قام بالفعل، على الذي قام بالفعل. يعني شنو هو الذي قام بالفعل؟ هو يعني مثلا انا قمت بشي حاجه، دونك انا هي الفاعل، هو قام بشي حاجه يعني هو الفاعل. نعم، بالنسبه ياتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. دونك هنا شنو دخلنا كنشوفوا الوزن ديالو اولا كيفاش كنشتقوا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. كما كتعرفوا عندنا انواع الافعال ثلاثيه وغير ثلاثيه. اذا يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. مثال فهم، هذا فعل ثلاثي. فهم قلنا غنعملوه على وزن فاعل، دونك فهم فاهم، إذا هاد فاهم على وزن فاعل. كتب كاتب، إذا هو على وزن فاعل. دخل داخل، خرج خارج، الى اخره. اذا عندنا الافعال الثلاثيه ملي كنجيو نعملو لا اسم الفاعل ديالها كنعملو على وزن فاعل. مثلا فعل مد فعل ثلاثي مشدد. نعم، مثلا مد اسم الفاعل ديالها شنو هو؟ اسم الفاعل مد ماد. شد شاد. اذا هيدا كنخرجوا اسم الفاعل من الافعال الثلاثيه اللي فيها الشده، يعني مد ماد شد شاد الى اخره. اذا شفنا كيفاش كنخرجوا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. دابا ان شاء الله غنمسح سبوره وغنشوفوا كيفاش كنستخرجوا اسم الفاعل من الافعال الغير الثلاثيه. نعم، اذا كما شفنا كيفاش كنشتقوا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، الان غنشوفوا كيفاش كنشتقوا اسم الفاعل من الفعل الغير الثلاثي. نعم، بالنسبه للفعل الغير الثلاثي كنشتقوا منه اسم الفاعل يشتق من الفعل الغير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. شنو كاين هذا التعريف هذا؟ أنني ملي نجبر الفعل غير ثلاثي غنحولو للمضارع ونبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، يعني كنعمل مو في حرف مضارعة في عوض الياء، وكسر ما قبل آخره. مثال أخرج، مضارع أخرج يخرج. نعم، إذا بدلت ملي غنحول اسم الفاعل غنغير حرف المضارع اللي هي الياء بالميم مضمومة مو، وغنكسر ما قبل آخره. شنو هو الحرف؟ ما هو الحرف الذي قبل آخر هذه الكلمة؟ هي الراء. نعم، إذا كسرنا ما قبل آخره، دونك هنا مخرج. شنو عملنا هنا؟ بدلنا ياء المضارعة ميما مضمومة وكسرنا ما قبل آخره اللي هي هنايا الراء. نعم، أخرج يخرج مخرج. مثال ثاني انقطع، هذا الفعل هذا غير ثلاثي، اذا غنطبقوا عليه القاعده ديال وزن اسم الفاعل الغير ثلاثي اللي هي كنحولوه للمضارع. انقطع ينقطع، بغينا نعملوا له اسم الفاعل غنبدلو حرف المضارعه ميما مضمومه وكسر ما قبل اخره، يصبح هذا الفعل
منقطع. منقطع هو اسم فاعل للفعل الغير الثلاثي انقطع. نعم. مثال آخر: ارتفع، يرتفع، مرتفع. ارتفع مضارعه يرتفع، اسم الفاعل للفعل الغير الثلاثي بدلنا حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل آخره بكل بساطة. بكل بساطة. غنشوف واحد الملاحظة بالنسبة للأفعال الثلاثية اللي كيكون عندنا حروف العلة في الفعل الثلاثي. نعم. مثال: هنا عندنا مال. مال هو فعل ثلاثي معتل. فعل معتل، فعل ثلاثي. إذا بغينا نعملو مثلا مال، اسم الفاعل مال، كيفاش كنحولو من فعل الثلاثي المعتل في اسم الفاعل مال، في اسم الفاعل كيرجعنا مائل. قال، قائل. فاز، فائز. هكذا كنحولوا اسم الفاعل، كنحولوا الفعل الثلاثي المعتل في وسط، يعني كيكون معتل في وسط الفعل، بهذه الطريقه كنحولوه لاسم الفاعل. قلنا قال قائل، مال مائل، فاز فائز، وهكذا. اذا هنا مال اسم الفاعل ديالو غيرجعنا مائل على هذا الشكل هذا. اذا هذا هو الفعل، هذا هو اسم الفاعل للفعل مال. كذلك عندنا قاعده اخرى مثل رمى ودعا. هنا اسم هو فعل ثلاثي معتل في اخر الفعل. عندنا هنا الياء. نذكركم حروف العله هي واي. نعم. حروف العله هي الواو الالف والياء. هنا كتلاحظوا عندي رمى، هنا فعل ثلاثي معتل ناقص، عندي حرف العله في اخر الفعل، اذا هو فعل معتل ناقص. هنا اذا بغيت نشتق منه اسم الفاعل، كيفاش كنشتق اسم الفاعل من الافعال المعتله الناقصه؟ بهذا الشكل هذا. اذا بغيت نعمل يعني يكون عندي اسم الفاعل معرف يعني بالالف واللام. اذا هنا رمى كيصبح لنا الرامي، معرفه بالالف واللام، كيرجع لنا اسم الفاعل ديال رمى الرامي. دعا، اذا بغيتو معرف بالالف واللام غنقول الداعي. سعى الساعي. نعم. اذا بغيت يكون عندي اسم الفاعل من الافعال الثلاثيه المعتله الناقصه يكون عندي نكره غير معرفه بالالف واللام. اذا رمى، اذا بغيت نرجعوا اسم فاعل بنكره، رمى كيصبح لنا رمى اسم فاعله بالنكره رام. دعا داع، هكذا. سعى ساع. اذا خصكم تثبتوا على هذه الملاحظه هذه. وان شاء الله دابا غنعمل لكم تمرين تطبيقي من هذا الدرس هذا باش نشوفوا كيفاش كيجيو لنا في التمارين والاسئله ديال اسم الفاعل. اذا هنا غنعملوا تمرين تطبيقي باش نشوفوا هذا الدرس كيفاش كيجي لنا في الامتحانات وفي التمارين وكيفاش كيطبقنا ان شاء الله. يلا نبداو. بالنسبه للسؤال الاول: اصوغ اسم الفاعل من الافعال التاليه. يعني غنعملوا عندنا هنا افعال وغنصوغوا منها اسم الفاعل. نعم. بالنسبه للفعل الاول عندنا منح. اول ملاحظه كنلاحظوا واش الفعل ثلاثي ام غير ثلاثي. اذا منح هو فعل ثلاثي. اذا اسم الفاعل كيفاش كنصوغ اسم الفاعل للفعل الثلاثي؟ على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. اذا منح مانح. نعم. منح مانح فاعل. نعم. هنا عندنا فعل باع فعل ثلاثي. نعم. شنو كنلاحظوا هنا؟ عندنا فعل ثلاثي لكنه معتل في وسط الفعل. باع، قلنا باع بائع. بهكذا قلنا كيفاش كنصرفوا الفعل الثلاثي المعتل كيكون عندي معتل في وسط الفعل. ملي كنحولوه لاسم الفاعل كنعملوه على شكل باع بائع، فاز فائز، الى اخره. دونك هنا باع بائع، باع بائع. نعم. الفعل استسمح، فعل
استسمح هنا فعل غير ثلاثي. إذا القاعدة كتقولنا في الفعل الغير ثلاثي كيفاش كنحولوه اسم الفاعل. كنحولوه بطريقة، كنحولوه أول حاجة المضارع، في أبخي كنعملو إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. إذا استسمح. إذا بغيت نحولو المضارع يستسمح، إبدال حرف المضارعة وكسر ما قبله يصبح اسم الفاعل لفعل استسمح مستسمح. مستسمح. نعم، حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل آخره. نعم. إذا فعل عدل. عدل هو فعل ثلاثي وليس بفعل معتل. عدل. إذا عدل عادل. عدل عادل. فعل آخر انطلق. انطلق كذلك هو فعل غير ثلاثي. إذا غنحول المضارع انطلق ينطلق منطلق. نعم، منطلق منطلق. نعم. الفعل الأخير اللي هو استقبل كذلك هو فعل غير ثلاثي. سأحوله إلى المضارع وسأقوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. استقبل، يستقبل، مستقبل. مستقبل. هكذا يصبح عندنا اسم الفاعل مستقبل. نعم. إذا ندوزو السؤال الثاني اللي هو كيبقى عندنا فيه الإعراب. كيفاش كنعربوا الجملة؟ هنا عندنا الجملة كالتالي: التلميذة شاكرة أستاذتها. التلميذة شاكرة أستاذتها. إذا التلميذة شنو غنعربوا؟ التلميذة. نعم، التلميذة. التلميذة. طبعا التلميذة مبتدأ. مبتدأ مرفوع. مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. نعم. إذا شاكرة، دونك هنا عندنا مبتدأ أيضا ناقشوا الخبر. شاكرة هي خبر. شاكرة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وماذا كذلك؟ وهي اسم فاعل. شاكرة فاعل. فاعل على اسم فاعل. إذا هنا وهو اسم فاعل. نعم، واسم فاعل. إذا التلميذة شاكرة أستاذتها. أستاذة شنو نغربو؟ أستاذة. أستاذتها. أستاذة هي مفعول به. مفعول به منصوب. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وهي مضاف. والهاء مضاف إليه. نعم. إذا التلميذة مبتدأ، شاكرة خبر وكذلك هي اسم فاعل، أستاذة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. نعم. إذا وصلنا لفان الفيديو، نتمنى نتلاقاكم فيديو جديد ودرس جديد. ما تنساوش تشاركوا وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، وما تنساوش تشاركوا في القناة. إذا خليكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.